الدراسة. 80% من الطلاب يكرهون الدراسة، ومن يريدون يدرسون عقلهم يشتت وما يحبون الدراسة أبد. تعالوا وياي اليوم نرجع بالزمن إلى الوراء. نرجع اليوم كنت طفل، يوم كانوا يسألوك المعلمين شنو هو حلمك تصير من تكبر، وكنت تجاوبهم بكل ثقة من تكبرين شو تصيرين؟ دكتور ناي. وانتي؟ مدرسة مثلك. وانتي؟ أطول موكب. مدرس. طيار. طيار؟ طيار. أصير طابق. شو تصيرين من تكبرين؟ فكري. وانتي؟ شو تصير من تكبر؟ أنا طابق بالحشد. وانتي؟ شو تصيرين من تكبرين؟ دكتورة. دكتورة. مدرسة. أكيد كل طالب كان جوا طفل يحلم يكون مهندس أو طيار أو دكتور أو أيا كان أحلامه. يا ترى السؤال، هل حققت حلم هذا الطفل؟ هل وصلت لأحلامه؟ أم بعده يعني الطفل بداخلك يحلم أنه يوصل للمكان اللي كان يحلم به وهو طفل؟ مهما كانت الظروف ومهما كانت الدراسة صعبة ومهما كانت الضغوطات عليك أنه تستمر وتوصل وتحقق وعدك لهذا الطفل بأنه يوم من الأيام راح توصله لهذا المكان. لا تسمع نصائح العالم اللي يقولوا لك أنه ماكو تعيينات أو أنه أنت فاشل بالدراسة أو ما راح تنجح أو أي شيء، لأن هذه كلها مجرد أوهام لتحطيم أحلام هذا الطفل اللي بداخلك. أيا كانت مرحلتك الدراسية، ابتدائي، متوسط، إعدادي أو حتى جامعة، عليك أنه تحقق حلم هذا الطفل اللي بداخلك، وأنت قدها وراح توصل. صدقني والله راح توصل. والدراسة شيء حلو، صح عقلنا يتعب من الدراسة، صح نمل من عدها، لكن راح يجي يوم من الأيام وتفتخر أنه وصلت هذا الطفل وكنت قد حكايتك.